القصة بتبدأ بتاكيرو كاميشيرو وهو بيجري نفسه على نفس الطريق لنفس الشغل اللي ملوش مستقبل يوم بعد يوم في حياته الرتيبة واللي من غير فرحة. الناس كانت دايما بتقوله إن الحفاظ على الروتين هو الطريق للسعادة، بس في قلبه جزء منه كان متشوق لحاجة مختلفة زي كل الناس. ليلة وهو بيتفرج على مشهد غريب بيرمش على التلفزيون بتاعه، فجأة بيلاقي نفسه اتنقل لمكان غير متوقع خالص، وبعدين راجل غامض بيظهر قدامه وبيقول إنه المشرف على المجموعة الشمسية كلها. كاميشيرو بيبص مندهش وبيسأل لو ده بيخليه نوع من الفضائيين. الشخصية بتهز راسها وبتقول إنه أقرب لإله، وبعدين بيوري كاميشيرو كوكب اسمه ميديوس. مهما يتجرب ميديوس ما بينجحش وحضاراته بتظهر وتنهار بشكل متكرر. دورة الفشل فضلت وقت طويل قوي، والراجل قرر يعمل نهج جذري هيضرب الكوكب بنقطة مية واحدة بس، عشان حتى الكمية الصغيرة دي ممكن تعمل أمواج ضخمة بتقلب العالم. ولصدمة كاميشيرو هو اللي تختار يبقى نقطة المية دي. كاميشيرو بيحس بثقة للواجب ده، بس الإله بيشرح بهدوء إنه أصلاً مش عايش بأي شكل، لو رفض روحه هتختفي في العدم. بس عشان يحل الاختيار الإله بيعرض عليه مهارات وأي قوة يحبها. بيبدأ بإنه يمنح كاميشيرو سحر ومخزون مانا لا محدود، بس بعدين بيوقف وبيسأل إيه كمان كاميشيرو عايزه لنفسه. فوراً خوف كاميشيرو بيتحول لحماس، بيعلن إنه عايز حريم لطيف يرافقه في الرحلة دي. لسعادته الإله بيضمن له إنه هيقابلهم في النهاية، وبعدين بيكمل يكدس مزايا أكتر. بيحسن مهارات البحث بتاعة كاميشيرو، بيخليه يكسب فلوس من بيع المواد المجموعة، وبيديله شنطة خاصة تقدر تحفظ كل حاجة بيجمعها. كمان بيمنحه فهم عالمي للغات مع مقومات عشان يقوي دفاعه. في وقت قصير شكل كاميشيرو بيبدأ يختفي والنقل بتاعه على وشك يبدأ. الإله بيوقف وبيتساءل بصوت عالي لو كان حمل كاميشيرو ببركات كتير قوي بس متأخر عشان يلغيها. مع ذلك انزعاج بيمر على وشه لما بيشوف الشريكة اللي كاميشيرو ما قدر له يقابلها، فبيسأل لو فعلا هيبقى كل حاجة تمام. كاميشيرو بيتخض من كلامه، بس مفيش وقت للإجابات، والإله بس بيقوله إن كل حاجة هتبقى كويسة قبل ما كاميشيرو يختفي. ثانية بعدها كاميشيرو بيفتح عينيه في عالم جديد تماما، دلوقتي في جسم جديد تماما، ملوش فكرة حقيقية المفروض يعمل إيه بالظبط. فبيطلع يدور على مكان فيه ناس. في وقت قصير بيلاقي قرية، بس بسرعة بيفهم إنه مش هيقدر يشتري أكل من غير فلوس، وساعتها بيفتكر إن الإله كان حسن مهارة البحث بتاعته عشان يقدر يتتبع مواد يبيعها. كاميشيرو بيحاول يشغل سحر البحث بس مفيش حاجة بتحصل، وده بيخليه يتخيب. بعد ما يفكر كويس بيفهم إنه كان بينطقها غلط، عشان في اللحظة اللي بينطقها صح رموز لامعة بتظهر حواليه. العلامات دي بتحدد المواد موجودة فين، ولما بيقول كلمة مسح معلومات أدق بتظهر. متحمس لقد إيه المهارة مفيدة، كاميشيرو بيحس إنه محظوظ لما أول حاجة بياخدها بتطلع مصنفة رانك بي، وبعدين بيقضي وقت أكتر بيجمع كل حاجة بتظهر تحت المهارة، بس معظمها بيطلع زبالة. تقريباً كلهم مصنفين رانك إي. حجر غريب ولامع بيلفت انتباهه، بيبان ثمين عشان شكله مصقول وصافي، بس بيتكشف إنه خرا نمل. بيتلخبط من السبب إنه مصنف سي، بس لسه راضي عشان بيتعلم إن الحاجات اللي يقدر يبيعها منظمة بعلامات مختلفة، ومهارة البحث بتاعته بتوريهم بسهولة. مع الشنطة بتاعته دلوقتي مليانة لحد آخرها، كاميشيرو بيجري للقرية متشوق يشوف قد إيه فلوس يقدر يعمل. عند البوابة الحارس بيفترض إنه فارس بسبب قد إيه طويل بشكل مضحك، بس كاميشيرو بسرعة بيشرح إنه بس جامع مواد. الحارس اللي بيعرف نفسه بمارلو بيقول إن النوع ده من الشغل نادر، ورغم إن القرية ملهاش محل متخصص في المواد عندهم محل عام، فولدنا بيروح على طول هناك. ولما بيوري صاحب المحل الخرا عيون الراجل بتلمع حرفيا. بيتعرف عليها كبراز نملة مطرقة، وبينبهر بشكل مبالغ فيه من شكلها المثالي ولونها الغني، وبيمدح كاميشيرو عشان لقى عينة كويسة كده. بيعرض عليه 5 عملات ذهب عليها. كاميشيرو ملوش فكرة ده يساوي ايه، فصاحب المحل بيشرح ان ليلة واحدة في النزل بتكلف 500 رايف، وعملة ذهب واحدة بتساوي 1000 رايف. كاميشيرو بيحسب بسرعة في دماغه، وبيفهم ان الراجل على وشك يدفع له يساوي 50,000 ين على خرا حرفيا. لما كاميشيرو بيوافق صاحب المحل بيتحمس زيادة عن اللزوم، وحتى بيحك الحاجة الملعونة دي في خده كأنها كنز، وده بيخلي كاميشيرو يقف في عدم تصديق إن حد بيقدر خرا نملة. كاميشيرو بعدين بيعرض باقي جمعه، وصاحب المحل بيبص مش مصدق إن كاميشيرو قدر يجمع ده كله لوحده. بيسأل ليه حد يجيب غنيمة قيمة كده لمحل في آخر العالم، بس كاميشيرو بيرد بشكل عادي إنه ببساطة بيحب يتمشى وهو بيجمع اللي يقدر يلاقيه. معجب بموهبته الراجل بيقرر يطلب منه خدمة،
بيشرح إن في عرق مترال مخبي في الجبال القريبة وعايزه كاميشيرو يستعيده. كاميشيرو بيعيش للمغامرة فبيوافق. الراجل بعدين بيعدي 360 ألف رايف للدفعة. عمل الحسبة كاد يخلي كاميشيرو يغمى عليه عشان ده حوالي 3.6 مليون ين. بس قبل ما يسيبه يمشي التاجر بيحذره إن في وحوش في الجبال، بس واثق إن كاميشيرو يقدر يتدبر أموره. بس قبل ما يروح هناك كاميشيرو بيقضي الليلة في نزل، وبنت صغيرة بتجيب له طاسة مية بسيطة. التكلفة 30 رايف، وكاميشيرو بيتلخبط لما بتشرح له إنها عشان يغسل بيها. طبيعي بيفضل حمام، بس كاد يجن لما بتقوله إن مفيش حمامات هنا خالص. السحرة ساعات بيعرضوا تعويذ تنظيف، بس المدينة ملهاش أي حد. سماع كلمة سحر بتولع فكرة في دماغ كاميشيرو، فبيدفع للمية وبيصرف البنت. لما يبقى لوحده بيجرب شوية ترانيم، وفي اللحظة اللي بيقول نظف التعويذة بتشتغل، وفي لحظة بيحس إنه أنظف مكان في حياته كلها، وساعتها بيفهم إنه يقدر يرمي أي تعويذة تقريباً لو يكتشف الكلمة الصح ليها. في الطريق للجبل كاميشيرو بيبدأ يتعود على مهاراته الجديدة، وبيتخض لما فجأة يشوف رمز جاروف يظهر لأول مرة. متحمس بيروح يتأكد، بس بيتفزع لما ده بيوديه لهيكل عظمي. مهارته حتى بتكشف اسم الشخص والرانك بتاعه وتفاصيل ماضية، واللي بارز أكتر تميمة عائلية جنب البقايا. السحر بتاعه بيوري إنها اتعملت يدوي بواسطة أم الراجل، ولما كاميشيرو بيقرأ الجواب المحفوظ جوه صدره بيوجعه. رسالة صادقة من أخت الراجل بتتوسل إنه ميشتغلش قوي. حس إنه ما يقدرش يمشي كده، كاميشيرو بحرص بيدفن الهيكل العظمي قبل ما يكمل لمنطقة تانية. هناك بيعمل حاجز وائي، بيرمي أعشاب مختلفة خدها من بدري في طاسة، بيضيف توابل وبينهي بشوية لحمة. لما بياخد رشفة من الحساء كاميشيرو بينبهر من قد إيه الطعم حلو. بيضحك لنفسه، بيعلن إن الرمي في عالم تاني ممكن يبقى ببساطة أحسن حاجة حصلت له. قريب كاميشيرو بيوصل لغابة التنانين القديمة، منطقة قاتلة مليانة مخلوقات خطيرة. كاميشيرو بعدين بيستحضر تعويذة نور عشان ينور الرموز حواليه، بس بيلاحظ إن مفيش هالة في أي مكان، حتى ما بيشوفش حيوان واحد، وبيتساءل لو يمكن ده عشان ريحته وحشة قوي. كاميشيرو ببساطة بيقبل عشان ده معناه إن مفيش حاجة هتهاجمه، وبيتنهد مرتاح لما طرف الغابة يظهر قدامه. للأسف كمان ده صدف إنه نهاية الأرض تحته، وكاميشيرو بيطيح على طول من جرف. بجنون بيقول كل الكلمات السحرية اللي يقدر يفكر فيها، بس ولا واحدة بتعمل حاجة. عوام ما بيعملش حاجة، ارتفع مفيش فايدة، بس لما أخيراً بيصرخ طير التعويذة بتشتغل. كاميشيرو بينزل بأمان تحت، وبيحتفل لما يشوف رموز خام بتلمع في كل مكان. فوراً بيبدأ يجمع اللي يقدر، بس لسه ملقاش أي خام مترال. في النهاية بيشوف علامة باهتة في قاع حيطة الجبل، فكاميشيرو بيقول لهيب وبيرمي كرة نار عشان يفجرها. بتشتغل بشكل مثالي، بتكشف مترال أخيراً رغم إن بكميات قليلة. الكهف بعدين بيبدأ يترج وبيهدد إنه ينهار، بس كاميشيرو بعناد بيكمل لجوه أعمق. في النهاية بيكتشف غرفة فيها مية نقية لدرجة بتخليه مذهول، والمسح بيكشف إنها رانك دبل اس، وده بيخليها أسمن مورد شافه. والوصف بيقول إن المية بتحفظ الجوهر السحري ل2 قديم، وده معناه إن 2 لازم يكون عايش هناك. كاميشيرو بيختار إنه ميتخضش، وبيبدأ يستعد يجمع قد ما يقدر، بس قبل ما يفضي المية العادية في الوعاء بتاعه بيقرر يختبر لو مية التنين فعلا تتشرب، فبياخد حفنة. في اللحظة دي 2 ضخم بيطلع من البركة وزعلان عشان كاميشيرو معرفش وجوده. كاميشيرو بيتجمد من الصدمة، بينما التنين بيتصدم بنفس الطريقة إن كاميشيرو قدر يتحمل هالته القوية. في خضة كاميشيرو بسرعة بيركع على الأرض وبيعتذر إنه اقتحم بيت التنين، والوحش بيحترم شجاعته. كاميشيرو بيعرف نفسه وبيأكد بوضوح إنه بشري، بس التنين بيلاقي صعوبة إنه يصدق. بيشرح إن المانة اللي بتطلع من كاميشيرو كانت طاغية لدرجة صحته من نومه العميق. كاميشيرو مش فاهم بيقول إيه بالظبط، بس التنين بيوضح إن كمية المانا اللي طالعة منه ممكن فعلا تساوي بتاعته أو حتى تزيد عليها. التنين القديم اسمه فولدياس، وبيؤكد إن عنده طلب يطلبه منه. فولدياس بيعترف بالقوة النظيفة والخام في كاميشيرو، وده بيخليه يصدق إن كاميشيرو ممكن يقدر يصحي ابنه. وطبعا التنين مش مستني إنه يعمل ده ببلاش، فبيوعد يسلم كومة خام مترال في المقابل. فولدياس بيقدم لولدنا البيضة اللي رافضة تتفاس، بس كاميشيرو ملوش فكرة المفروض يعمل إيه. ففولدياس بيقوله يوجه المانا بتاعته جواها بنفس الطريقة اللي عمل بيها النور بتاعه. كاميشيرو بعدين بيقول كلمة سخن عشان يسخنها، بس بيتخض لما قوة ضخمة بتنفجر حواليه. حاجة غلط واضح، بس فولدياس بينفجر ضحك. جسم كاميشيرو بيبدأ يتسحب جوه البيضة، وبيفكر في إزاي هو لسه جيل العالم ده وكان متأمل يشوف أكتر منه قبل ما يموت.
لحظات بعدها كاميشيرو بينتهي في مكان غريب وصوت بيناديه متهور. كاميشيرو بيتساءل لو دي الإله من قبل كده، بس بيفهم إنها شخص تاني. البنت دي بتقول إنها بتلعب بالكوكب ده لعشرات آلاف السنين، بس أخد كاميشيرو يوم واحد بس عشان يعمل موجة ضخمة، وهي مش مبسوطة من كده. كاميشيرو ملوش فكرة البنت دي بتتكلم عن إيه، بس البنت ببساطة بتطرده. كاميشيرو بيتلخبط لما يرجع للعالم، بس مرتاح لما يشوف إنه قدر يخلي البيضة تفقس. فولدياس بيطلب من كاميشيرو يدي اسم للمولود الجديد، بس كاميشيرو مش متأكد لو المفروض يعمل كده. فولدياس بيقول إن كله تمام عشان الطفل عنده اسمه الحقيقي، وهو بس عايز كاميشيرو يديله اسمه اليومي. كاميشيرو بيوافق وبيسمي التنين البيبي بي من أسود، وبعدين فولدياس بيقول لبي يتجول في العالم الواسع قد ما يحب، والفرخ فوراً بينضم لفريق كاميشيرو. كاميشيرو بيلاحظ إن الصغير لسه متولد، وبيسأل لو ده ذكي من فولدياس إنه يسيبه يروح مع غريب زيه، بس فولدياس مش قلقان وبيقول إن كاميشيرو أقوى منه، وبيحس إنه آمن إنه يوكل ابنه لرعايته. فولدياس بعدين بيسلم مكافأة كاميشيرو بإنه يرمي شعاع في الشنطة السحرية بتاعته، وبعدين بيودعه. كاميشيرو بعدين بيسأل بيه رسمياً لو هيجي معاه في رحلة الجمع بتاعته، والتنين الصغير بيصوت بالموافقة. كاميشيرو ما يقدرش يبقى أسعد من كده، بس قبل ما يمشي بياخد لحظة يستخدم سحر عشان ينضف شريكه الجديد، عشان التنين الصغير الغريب ريحته وحشة قوي. ده كان نهاية الحلقة الأولى. اشترك عشان متفوتش الحلقة الجاية.